اهلا بيك يا سيد بيه والكلام الك يا جاره زي ما بيقول. جملتين عايز اختم بيهم. شمس العروبة تشرق من المغرب. نمرة 2، ان هذا المونديال اثبت ان العروبة تتخفى تحت جلودنا، مهما البعض قال اوروبا، ومهما البعض طبع، ومهما البعض عمل، ومهما البعض. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ تحياتي لكم، عواشر مباركه ورمضان كريم. كنت معنا اليوم واحد الفيديو من الاشقاء المصريين كيهضروا فيه على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وتيقولوا بانها ستحترم، وكذلك الفكر الكروي اللي دار الناخب الوطني واللي دار ركراكي في لا ديال كاس العالم خصو يتقرا. بزاف ديال النقاط كيهضروا عليها في هذا الحوار الشيق الصراحه. غادي نسمعوا ونعرفوا اكثر. نسمعوا الخوت. وربنا عارف اللي في بالي بقى. معايا الناقد الرياضي الكبير الكابتن طارق الأدور. اهلا وسهلا والف مبروك يا كابتن. اهلا بيك يا سيد بيه والكلام الك يا جاره زي ما بيقول. طبعا بقى. النهارده شرفتنا المغرب شرف واي شرف. أيوة. لم يكن هناك اي فريق عربي وصل بعد دور ال16. المغرب كانت اول فريق يوصل لدور ال8، والنهارده كملت كمان المسيره ووصلت للدور قبل النهائي عشان يبقى اول فريق افريقي او عربي يوصل للدور قبل النهائي لكاس العالم. انجازات وراء انجازات للاتحاد المغربي اللي بيعمل بصدق. نحن ننتقد فقط الاتحاد المغربي لما كان بيعمل لمصالح فرقه، وعمل لمصالح فرقه على مستوى الانديه، وفاز الوداد بدوري الابطال، وفاز لانه اتحاد ايضا محترم نهضة بركان ببطوله الكونفدراليه، والان المنتخب المغربي يشرف ويصل الى المربع الذهبي الاعلى بطوله واكبر بطوله في العالم كاس العالم. كابتن طارق، يعني انا بدات، يعني الناس كلها بتتكلم عن اللي جاب الجون وعلى المدرب وعلى حارس المرمى. انا قلت اتحاد الكره، وبغض النظر عن الكلام الك يا جاره ولا مش الك يا جاره، اتحاد كره محترم، محترفين، ناس ما بتطلعش في البرامج ولا عندها برامج ولا بتسافر ولا بتسمسر ولا بيخبوا ولا بيتآمروا ضد أنديتهم ولا عندهم قضايا فساد ولا أي شيء من ده كله يا كابتن. وبالتالي لازم نحيي اتحاد الكرة المغربي. كل التحية لاتحاد الكرة المغربي، لانه اولا وفر كل السبل عشان المغرب اولا توصل لكاس العالم، ونجحت المغرب في الوصول لكاس العالم عندما وجد الاتحاد المغربي بقيادة الصديق العزيز فوزي لقجع ان هناك مشاكل بالنسبه لوحيد خليلوزيتش المدير الفني البوسني اللي كان بيتولى تدريب المنتخب المغربي، وان هناك خلاف بينه وبين مجموعه كبيره من اللاعبين وعلى راسهم حكيم زياش ونصير مزراوي. قرر الاتحاد المغربي فورا اقاله خليلوزيتش، وجاب المدير الفني اللي هو الامثل في هذا الوقت. اولا وليد الركراكي مدير فني وطني مغربي، وبالتالي عارف نفوس اللاعبين وما عندوش خلاف مع اي حد. ثانيا ان الركراكي اعاد كل الطيور المهاجره وعلى راسهم طبعا مزراوي وحكيم زياش. فلما رجع دول للتيم رجع الوحده للفريق، رجع الحب للفريق. انت ترى ان مجموعه اللاعبي المغرب بيلعبوا كما لو كانوا في ساحه قتال وليس في ملعب كره قدم. كله بيطلع كل ما عنده من روح قتاليه. المنتخب المغربي انا كنت بقولها من قبل المباراه، من ساعه مباراه اسبانيا، ان المنتخب المغربي سيدرس ما فعلوا في هذه البطوله من جانب اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي لكره القدم في ظاهرتين فنيتين كبار قوي. تألق فرق جنوب شرق اسيا اليابان وكوريا، والظاهره الثانيه هو ما شاهده الفريق المغربي من اسلوب في اللعب، ليس اسلوب دفاعي تطفيشي اللي هو اللي كان بيلعبه كارلوس كروش مع منتخب مصر. لا، ده اسلوب دفاعي دقيق جدا بيعتمد على الدفاع الكومباكت اللي ما يديش فرصه لاي فريق منافس انه ينفذ اي استراتيجيات هجوميه. وفي نفس الوقت طارق، باختصار، ما هي الدروس المستفاده من منتخب المغرب بغض النظر عن المدرب الوطني؟ مصر لم تحقق اي انجاز الا مع حسن شحاته المدرب الوطني. مصر الحقيقه اللي يبقى فاهم اللغه وفاهم العادات والتقاليد ونفسيه اللاعب واشياء كثيره جدا. كل المدربين اللي جبناهم مسكوا المنتخب الحقيقه على الاقل اللغه والتواصل يا كابتن طارق. انا مش عايز افرض، انما ما هي الدروس المستفاده حتى نرتقي بمستوى الكره في مصر يا كابتن طارق؟ اول درس مستفاد
حضرتك قلت دلوقتي ان المدير الفني الوطني احنا لم نحقق اي انجازات كبيره على مستوى التاريخ الا مع المديرين الفنيين الوطنيين، واخص بالذكر الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته. كويس قوي. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان هناك انضباط شديد جدا في الاتحاديه المغربيه او الاتحاد المغربي لكره القدم بقياده فوزي لقجع في انه بيدرس كل شيء، يدرس الاجنده الدوليه، يدرس الاعداد الجيد، يدرس كل ما يحدث في بطولات الانديه، يدرس الاحتكاك القوي. وشفنا المنتخب المغربي لعب تقريبا مع كل المدارس الكرويه في العالم. احنا قعدنا استاذ سيد 4 سنين نلعب ليبيريا والنيجر ومنتخبات من المستوى الثالث على مستوى افريقيا، مش المستوى الثالث في العالم، المستوى الثالث على مستوى افريقيا. هم احتكوا بكل مدارس الكره القويه في العالم، وبالتالي تطور مستوى المنتخب. حاجه المهمه جدا ان هناك انتظام شديد الان في الاجنده المحليه. هم كان عندهم نفس الظروف اللي مرينا بيها مثلا في فتره كورونا، ورغم ذلك ضغطوا الدوري وخلصوا الدوري قبل مننا وابتدوا ينتظموا في الاجنده. كل ده عوامل كلها الدور الاساسي فيها الاتحاد المغربي. وانا بقول قلت في البدايه الكلام إليك يا جاره، لان احنا عشان نوصل الى هذه الدرجه لازم يكون هناك انضباط في اتحاد الكره المصري، سواء في الاجنده المحليه، سواء في الاعداد للمنتخب على المستوى الدولي، يا سواء في كابتن اختيار طارق، الأجندة الفنيه المناسبه لكل يا مرحله. كابتن طارق، كل هذه دروس نستفيد منها في المنتخب المغربي. في الاشخاص يا كابتن طارق، بلا اجنده بلا بتاع. يا كابتن طارق، كنت طارق جاء عندي جملتين عايز اختم بيهم. شمس العروبه تشرق من المغرب. نمره 2، ان هذا المونديال اثبت ان العروبه تتخفى تحت جلودنا، مهما البعض قال اوروبا، ومهما البعض طبع، ومهما البعض عمل، ومهما البعض راح امريكا وراح روسيا وراح مش عارف ايه، انما تظل العروبه تسكن تحت جلود المنطقه العربيه كلها. شكرا للمغرب، شكرا للاعيبه المغرب، شكرا للمدرب المغربي، شكرا لاتحاد الكره المغربي. إذا الإخوان كما سمعتوا معنا تحليل شيق ورائع من الأشقاء المصريين كيهضروا فيه على العقلية ديال السير ديال الجامعة الملكية ديالنا المغربية، وكذلك على اللاعبين اللي قالوا أنهم في التيران راه كيتقاتلوا، راه بحال راه ما في شي معركة. واللي بغيت نفهم أنا هي كيفاش ديك القضية قالوا كلام عليك يا جارة شنو يقصدوا بها، واش يقصدوا بها الجيران ديالنا اللي الصراحة في كأس العالم حتى انهم باش يذكروا الفوز ديال المغرب في كاس العالم على الاعلام الرسمي ديالهم ما ذكروهاش. تنعقل واقيلا في الماتش ديال اسبانيا والبرتغال كانوا يذكروا فقط ان المنتخب البرتغالي لازم، ما تذكروش الفائز. ممكن انا ظنيت انهم يدقوا عليهم، ما نعرف. المهم ما عليناش، حنا المهم اللي كيهمنا هو النجاح ديال الكره ديالنا الوطنيه، وكذلك الجامعه الملكيه اللي استطاعت انها، وخصوصا السيد فوزي لقجع اللي في ظرف قصير ولا نقولوا تقريبا 6 سنين من 7 سنين استطاع انه يوصل الكره المغربيه الصراحه العالميه. وراه قالوها بزاف ديال سيرتو الناخب الوطني ديال الفوتسال هشام تكيك راه قالها. بالمناسبه المنتخب ديالنا راه اليوم جرى المقابله ديال الوديه الثانيه مع المنتخب الكرواتي واللي تعادلوا فيها 3-3، وديجا كان ربح الماتش ديال الجابون 3-2. والحمد لله المنتخب ديالنا الفوتسال غادي في الطريق الصحيح. نتمنى ان شاء الله حتى هو يدير شي انجاز عالمي ان شاء الله في كاس العالم الجايه ديال الفوتسال. ومعنا كذلك بعض الاخبار من الصحف العربيه على الاسود الاطلس. بالنسبه للاسود الاطلس ديالنا، بالنسبه للكره الشاطئيه، اليوم دارت القرعه ديال البطوله العربيه، وتيقول الخبر قرعه كاس العرب لكرة القدم الشاطئية تضع المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية، موريتانيا ولبنان. والمسابقة غادي تقام إن شاء الله ما بين 11 حتى 20 ماي الشهر الجاي إن شاء الله، شهر 5. وكذلك في نفس الخبر بالنسبة المجموعة الأولى كما قلنا كتضم المغرب، موريتانيا ولبنان، والمجموعة الثانية كذلك كتضم عمان، فلسطين والسودان ومصر، والمجموعة الثالثة كتضم المنتخب الإماراتي والليبي وكذلك الكويت وجزر القمر. وتيقول الخبر يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008
وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصفها المنتخب اللبناني. تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية في عام 2010 حيث حقق المنتخب السعودي اللقب، وجاء المنتخب الإماراتي في الوصفة، وأقيمت النسخة الثالثة في 2014 مجددا في جمهورية مصر العربية، ونال لقبها المنتخب المصري، وحل المنتخب اللبناني في المركز الثاني. نتمنى ان شاء الله الاسود الاطلس ديالنا في الكره الشاطئيه انه ان شاء الله يديروا شي انجاز زوين في البطوله هذه. وبالنسبه للخبر الثاني معنا كذلك سفيان بوفال اليوم دار واحد التصريح على قنوات الكاس، وتيقول فيه اعتبر الدولي سفيان بوفال لاعب الريان القطري منافسات كأس افريقيا أصعب من كأس العالم، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى التحلي بالقوة والشجاعة. يضيف في نفس الخبر: وقال بوفال في مقابلة مع قناة كأس القطرية: أولا علينا الفوز بكأس إفريقيا، نحن نعرف أنها مسابقة معقدة جدا وصعبة، لذلك علينا أن نفكر أولا في هذه المسابقة للذهاب بعيدا من أجل إحراز اللقب. وأضاف: يجب علينا التحلي بعقلية قوية وبكثير، لأن كأس إفريقيا تختلف تماما عن كأس العالم التي توفر لك كل الشروط الضرورية للعب. يجب علينا التحلي بالواقعية والإعداد الجيد لهذه المنافسة. أضاف بوفال، قالوا له زعما شكون أقرب لاعب ليك في المنتخب الوطني؟ قال لهم بوفال السيباري هو أقرب لاعب لي في المنتخب، يعني كيذكر عبد الحميد السيباري هو العزيز عليه في المنتخب، يمكن عشيرو داكشي اللي كاين. إذن الإخوان هادشي اللي كان معنا اليوم من أخبار كما سمعتو معنا من التحليل ديال الإعلام المصري الشقيق، المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني، وكذلك التسيير ديال الجامعة المغربية أو الاتحاد المغربي لكرة القدم اللي استطاع أنه الحمد لله يحقق إنجازات عالمية ومحلية كبيرة كتخلينا نفتخروا بهادشي. وكذلك كنتمناو ان شاء الله التوفيق للمنتخب ديالنا ديال الكره الشاطئيه في بطوله كاس العرب، انه ان شاء الله يدير شي انجاز ويحقق شي لقب ديالنا اللي ان شاء الله في هذه البطوله، علاش لا. وكذلك كنتمناو التوفيق للمنتخب ديالنا ديال الفوتسال، كما قلنا راه اليوم تعادل مع المنتخب ديال كرواتيا وديجا ربح الجابون 3-2، وهذه راه كتعتبر منتخبات قويه من الدرجه الاولى، والحمد لله على كل شيء. واشركم مبروكه ورمضان كريم اخوتي. ولا عجبكم الفيديو تنساوش دعموا خوكم بشي جيم، تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي. سلام اخوتي.